تعالوا نعمل فكرة كده من اعواد الايس كريم دي او خافض اللسان. معايا هنا 4. هبدأ ان انا الونهم. تقدروا ان انتوا تستبدلوا الخافض اللسان ده بالملون عرطون اللي بيتجاب من المكتبة، بس عشان ما كانش متوفر عندي فانا لونتهم. استخدمت ده ولونته، جبت معايا قطع من الفوم. هبدأ ان انا اجيب كده بعد ما لونته ونشف، هبدأ احط شمع وابدأ ان انا الزقه على قطعة الفوم بالشكل ده كده. هسيب مسافة كده من الفوم من فوق ومن تحت بالشكل ده، هتأكد انه لازق كويس. هجيب كمان معايا واحدة وابدأ ان انا الزقها. تقدروا طبعا تغيروا الالوان براحتكم وتختاروا الالوان اللي متاحة عندكم. انا لونت بالوان GLC اللي هي المركزات الالوان. لونت بيها. تقدروا تلونوا بالوان اكريليك اللي متاح عندكم برضو تلونوا بيه. هلزقه بالشكل ده كده، وهعمل يبقوا متساويين في نفس المكان كده، وهبدأ ان انا اقص بالشكل ده قطعة الفوم من تحت، وهسيب الجزء اللي فوق ده زي ما هو. هجيب معايا لون اسود كده وهبدأ الون بيه بالطريقة دي. وهنا عملت خرمين كده بالخرامة من فوق، وحطيت فيه كده قطع من حبل الخيش، ممكن تستبدلوه بقطع من الستان. هستخدمه كده فاصل للكتاب. يا رب يعجبكم.